السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. كل عام وانتم بخير. خلاص بقى احنا داخلين على الشتاء، والجو الجميل بقى اللي بنحبه، ومحتاجين الدفا ومحتاجين بقى البطاطا الجميلة اللي احنا عاملينها دي. عايزة اقول لكم حرفيا طعمها خطير بجد والله. هنشوف مع بعض الطريقة على طول، بس قبل ما نروح على الطريقة على طول نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مبدئيا هنشوف البطاطا كده مع بعض. هتفكروا إن هي مفتوحة كده وإحنا شوينها من جوه، يعني مدينها وش كده وخلاص. لا، تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش صلوا على الرسول. بصوا بقى، هنا انا كنت بوريكم ازاي بنشوف مع بعض يعني ازاي ما شاء الله قد ايه البطاطا مستوية وحلوة جدا. هنبتدي بقى نعملها بطريقة بجد تحفة. اللي ما عملهاش بالطريقة دي يا ريت تجربوها، بجد حلوة جدا. طبعا بعد ما غسلت البطاطا كويس جدا، جبت بقى الكيس الحراري كده. الكيس ده انا مسمياه الكيس الجبار، بجد حلو جدا. بسم الله ما شاء الله، الحاجة بتستوي فيه بطريقة رهيبة. وهضيف بقى البطاطا بتاعتي بالشكل ده. شوفي بقى انت عايزة تحطي قد ايه وبراحتك خالص. بصوا كده، انا كمان بقيت اضيف فيه كده اهو بالشكل ده، واحاول ان انا اخلي البطاطا تكون جنب بعض على قد ما اقدر، يعني عشان ما اخليش الكيس كبير على الفاضي. وهبتدي بقى اعمل فتحات كده بالسكينة بسيطة اهي. عايزة اقول لكم عشان لا قدر الله الكيس ما هيتنفخ كده، ولا قدر الله يفرقع في الفرن، فنخلي بالنا. ربنا يستر على الجميع يا رب العالمين. ادخلها بقى الفرن، وعايزه اقول لكم بعد نص دي ساعه طلعت بالشكل ده، وبقيت افتحها بالطريقه ديت. قسمتها كده من النص وفتحتها بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل كاستر. الكاستر في البيت هتعمليه بطريقة سهلة جدا. هضيف بقى هنا 3 معالق أو 4 معالق نشا على حسب استخدامك بالشكل ده. وهضيف كمان المكون الجبار ده اللي هيخلي لك الكاستر فظيع، حاجة بسيطة كده من الزعفران. وهنقلب كل دول مع بعض. بس كده خلصنا بجد والله. والله خلصنا خلاص كده، ده الكاستر بتاعنا. بس مش هيبقى كده، لا ده احنا هنعمله بقى آه على النار. كده خلاص الكاستر جاهز. هنجيب بقى معانا اللبن ونظبط الدنيا بتاعتنا. انت قلت خلاص يا صافي احنا كده خلصنا؟ لا، انا اقصد ان احنا كده جهزنا الكاستر. ما تنسوش صلي على رسول الله. انا دايما احب اذكركم ان احنا نصلي على الرسول. هنا بقى ضفت بقى كده 3 معالق على كوباية وربع كده او كوباية ونص لبن، 3 معالق من النشا، وهضيف معلقتين من السكر. وهبتدي ان انا ادوبهم مع بعض، كل ده قبل ما نحطهم على النار. وطبعا ما ننساش كيس الفانيليا بالشكل ده. كده خلاص هنقلب، وهنروح نحطهم على النار ونجيبهم بقى بالشكل ده. هتلاقيها بقت القوام بتاعها حلو جدا وتحفة، وعايزة اقول لكم خطيرة. بصوا كده، خلاص هي كده جاهزة معانا. هنا كنت بوريكم القوام بتاعها عامل ازاي. هنجيب بقى صينية البطاطا. بعد بقى ما فتحت البطاطا بالشكل ده، ببتدي بقى ان انا احطها كده على صينية تانية. وانا كنت المفروض اخليها في نفس الصينية عادي، بس انا مش مالكة ان انا اقطع واسيبها زي ما هي. وهنفتح بقى كده بالشكل ده، وهنضيف بقى عليها الكاستر. عايزة اقول لكم فظيع الكاستر، بس شكله لوحده كده يفتح النفس. يعني انا بصراحة بقيت احط واكل يعني تحفة. وعايزة اقول لكم كمان احلى حاجة ان السكر بتاعه مش كتير. فانا من الناس اللي ما بتحبش السكريات الكتير خالص.
وكمان البطاطا وانا عامله دايت، يعني مش قادره اقول لكم الموقف عامل ازاي. بس بجد حلوه جدا. وهبتدي بقى اضيف بالشكل ده عليها كلها، وهدخلها الفرن، هدخلها تاخد وش بس. احنا كده خلاص البطاطا مستوية والكاستر مستوي، احنا هنحط بس تاخد وش جميل كده زي ما احنا شايفين، وهنبتدي بقى نضيفها في الاطباق بتاعة التقديم. وبألف هنا وشفا، وما تنسوش تذكروني بدعوة حلوة، وتذكروا والدتي بالرحمة والمغفرة يا رب العالمين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكون قدرت اوصل لكم اي معلومة لو بسيطة في الفيديو. واي سؤال ممكن تستفسروا عنه تكتبولي في الكومنتات وارد عليكم. ما تنسوش ادعوا لي دعوة حلوة. بصوا بقى الجمال والطعام، وبصوا هنا بقى لما نيجي بوريكم بس التقطيع في البطاطا عامل ازاي. اسيبكم بقى مع الفيديو، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله.